يا جماعة احنا رايحين المسجد عشان نصلي الفجر. الدنيا هدوء، فيلا بقى عشان نطلع نصلي. السلام عليكم، صباح الخير. دلوقتي انا النهارده الجمعة. انا الحمد لله صحيت صليت الفجر ووقفت شوية مع صديق عبد الرحمن، وجيت عملت كوباية القهوة الثقيلة كالعادة يعني. والمفروض ان احنا ورانا مذاكرة كتير جدا. بالمناسبة يا جماعة يعني انا بحاول اني الم درس من القديم مع الجديد. حاولوا تجربوا الطريقة دي في الايام دي يعني، بالاخص يعني في الايام دي، لان هتفيدكم ان شاء الله. انك لو انت واخد الدرس الجديد مثلا، اخر انتوا اكيد يعني كل واحد فينا اكيد ممكن يكون وصل لاخر وحدة في كل مادة. ف يعني هات راجع مثلا الدرس الجديد اللي انت واخده، هتحفظ فيه اللي عليك مع الدرس الاول مثلا من الكتاب او الدرس التاني وهكذا. فلازم تراجع برضو من القديم عشان تلحق تلم المنهج قبل ما اصلا تخش على المراجعات، تبقى داخل على المراجعات جاهز. تسأل تبقى تمام، وهكذا يعني. فالله المستعان. دلوقتي احنا المفروض ان احنا نكتب التاسكات اللي علينا ونقرأ أذكار الصباح ونبدأ نذاكر، لأن ورانا مذاكرة كتير. فإن شاء الله نحاول يعني ننجز ما يمكن إنجازه، وخليكم معانا فيلا بينا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. عاد إليكم من جديد. دلوقتي أنا كتبت التاسكات اللي عليا وقرأت أذكار الصباح، فعاوز أبدأ أذاكر بقى، فيلا بينا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. عاد إليكم من جديد. دلوقتي أنا قعدت أذاكر لحد الساعة 9، ونمت من 9 لحد الظهر يعني، راحت عليا نوم. فصليت الظهر دلوقتي ولسه جاي حالا. المفروض يا جماعة أن كده أنا شاركتكم مرتين الصباح اليوم الجمعة، فلو عايزين بقى جزء تاني اللي هو الروتين المسائي أو اليوم كامل قولولي في الكومنتات، وأنا إن شاء الله أعمل لكم يعني روتين كامل. بس كده، فلو مهتم بالمحتوى بتاعنا متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وما تنساش تقولي في التعليقات على قناة التليجرام اللي أنا سألتكم عليها يعني. بس كده، فيلا سلام.